وهلا حبايبي، شلونكم؟ يا رب ان تكونوا بخير. اليوم شنو؟ طالعين من الجامعة وراح نروح للمطعم عن صديق ونختار هناك اقصد. يلا بالمنتجع. في المنتجع هناك نقرر. نركب من تاكسي من الجامعة وراح نروح. قررنا المنتجع حي الحسين، وراح افركم يا مطعم راح نروح، وش يصير ما يصير ويانا بالجولة راح اراويكم اياها. طبعا هنا ردنا ناخذ تاكسي 2، بس قلنا لا خلينا نقعد سويان والبنات، فكفانا المكان، يعني احنا ضعيفات فكفانا المكان. فالمهم هسه ماشيين بالطريق وقاعدين يم عمو، كنا نسالف ويا عمو وقعدنا وهسه مستمرين بالطريق. وهذا العمو هسه طبينا حي الحسين، وقلت خل اسوي لكم مساعدة اخذ لكم الطريق على مود يشوفون الطريق شلون من الجامعة لحي الحسين. هسه نزلنا فشفنا بدلات، قلنا خلينا نشوف بدلات مال الاعراس. هذا المنتجع، هذا كله المنتجع حي الحسين. بداية قلنا خلينا نصور بيه مدام يعني شوي هذا، خلينا نصور بيه وبعدين نتجه للمطعم. هاي نزلنا هنا. طبعا حلويات الشام مسدودة، والمحل هذا مال بدلات ردنا نشوفه هم صديقتي مسدود. فهسه وين راح نروح نطق صور ونسوي فيديوهات بالمنتجع واراويكم. طبعا المنتجع بهذا الوقت كلش هدوء والجو كلش حلو ومو باردة ولا حارة. من احلى الايام هاي كان يوم الثلاثاء. هسه راح قلت اجولكم شوية اني بالمنتجع وبينما صديقاتي راح هناك. وهاي حبايبي اجواء المنتجع. وهلا شلونكم؟ هياني طبعا قلنا خلينا ننزع العباية هنا بس نطق صور ونرجع نلبسها على مود نقدر نتواصل هناك، يعني نوصل للمطعم، لانه بعدنا لحد الان نقرر يا مطعم نروح ما ندري. فكل واحدة تقترح اقتراح، يعني انا قلت لهم نريد ناكل اليوم فالشغلة بيها كبسة لانه بحياتنا ما مجربيها، لانه كنت اكل غير هذا ماكليهم، لازم شوية نغير بجولتنا. طبعا هنا بدينا نسوي ترندات انا والبنات، عم ننشر على الانستغرام. روح شوفوا الانستغرام مالتي دزتكم بالترندات اللي سويناهن. وهذا المنتجع وهاي الاجواء، وقلت لكم ضلينا نصور احنا هسه تابعوا عليهن. وهسه طلعنا وين رايحين؟ وهنا سحبنا فلوس. وطبعا دخلنا من البداية مطعم عشتار. قعدنا وكان من أسوأ المطاعم، يعني مو أسوأ المطاعم هم من ناحية الأكل، بس سعاره كلش غالية. فتحنا المنيو وانصدمنا إن الكباب ب32 الكيلو والفلافل ب10,000، يعني جدا حننقط. قلت لهم خلينا نطلع بنات وتعالوا على اختياري. قلت لهم حوديكم اليوم وين؟ حوديكم مطعم خان مندي، احنا ما داخلين، وراح نجرب اليوم مطعم خان مندي. وهاي تسجيل الدخول خان مندي. راح اصوركم كل شيء بالاكل واللي راح نطلبه واقول لكم طيب لولا حسب يعني ما نسوي فيديوهات. فهلا وهاي طبينا المطعم. وكان المطعم بالنسبة للعوائل كلش ازدحام، قوة لقينا لنا مكان. هسه قعدنا ورحنا نغسل ايدينا قبل لا نبدأ الاكل. وقمت اقلبكم بالمنيو. بالبداية جاب لنا الضيافة اللي هي الضيافة مالتهم تكون شوربة. اول بداية طونة شوربة، ثاني شغلة الضيافة وياها طرشي، هذا الطرشي المدبس. قاعد يحط الغراض يعني. وهاي الصلصة، بس هاي صلصة مترات حارة كلش، وطانا الروبة والمي، هذين كانوا كلهم ضيافة.
المي طبعا مو ضيافة، المي بربع محسوب كان. فقلت خل شوية اقلبكم بالمنيو. المنيو هاي المقبلات، شوف المقبلات اكبر شي 6 بالوسط 4، طلبنا احنا وسط 2 مقبلات وسط، وطلبنا مندي وطلبنا كبسة لحم. الكبسة ب16 والمندي ب18,000. طبعا احنا كله طلبنا لحم، ما طلبنا شي اسمه دجاج. طبعا عندهم التكة وعندهم الكباب وعندهم الضلوع وعندهم اشكال وانواع. هسه احنا طلبنا، والطلب ما اقول لكم يعني هسه اختاريت انا، قلت لهم هيك وهيك اتفقا البنات، هم طلبوا احنا 3 ب3، طلبنا معون. فهسه طلب تاني، فهسه منتظرين. قلت لهم عاد انتم مدام غسلتوه ما اقول لكم الطلب ما تاخر، خلال 5 دقائق اجانا جاب لنا الخبز والتمن. التمن كان حار. فقلت خلاص اصور شويه، اصور لكم هذا المندي، هذا مندي لحم وهاي كبسه. وطبعا هسه خل اشوف، خلاص اصور لكم شويه للاجواء. طبعا هسه بدي حبدي بالشوربه. راح اذوق الشوربه. وهاي المقبلات هم اجتي، جابتها صديقتي. هسه بدنا نرتب الطاوله على مود انطق لكم صوره حلوه وتصير القعده كلش مرتبه. وهسه راح ننطلق بالاكل. بالبدايه بديت بالشوربه. طبعا الشوربه طيبه طعمها، بس كانت بارده لان نحن تاخرنا بيها. وراح نبلش بالمندي. ضفت المندي طعمه طيب. وهاي المقبلات هاي مالتنا. وهاي الصلصة أصلا ما أعبرها بمكانها. طبعا تفادلنا بالمقبلات لأن الشوندر ما يحبنا البنات. طبعا بالنسبة للدجاج كان كلش حامض، مو هالقد حبيته، بس البنات حبوه. تبولة طيبة والحمص بطحينة طيب، والشوندر أنا ما أحبه. طبعا بديت بالكبسة، كان الطعم مالتها طيب. طبعا خلصنا هسه الأكل، والمندي هم طيب، أكلهم طيب عاشت ايديهم. وكنا جوعانين فخلصنا الأكل كله يعني بعد الامتحان وبعد ما تعبنا. طبعا هاي أحلى لقطة، فرغنا المواعين كلها صديقتي وبعدين ما أكلتها. المهم يعني ما عرفنا حقنا. هسه شوفوا خلصنا الأكل، قاعدين نسوي هم ترندات. وبنات قاموا يشربون شاي. أنا ما شربت شاي، شربت بيبسي لأنه ما أحب الشاي. طبعا الشاي ضيافة. وبدينا ترندات. طبعا وجانا السعر 45,000. هسه خلصت وطلعت من خان مندي. وين رايحين؟ قلنا قرر احنا والبنات نروح الكاندي ليدي، بس رحنا وما ندلينا. وصار صديقتي عندها ظرف، هذا الشكل وين راجعين. اخذنا هذا العمو الثاني، بس بعدين وراها قلنا ننزل للسناتر، فنزلنا للسناتر. وهنا اخذنا البنات الباقيات، احنا بس 3 للسناتر. وقلت خلي شوية اصور لكم السناتر ونتجول بيه، نصور هواي ما رايحة للسناتر، وان شاء الله اصور لكم اياه في فيديو قريب. طبانا المجمع كوخ وجاي نشوف شنو عندهم، بس المجمعات فارغة وكل شي ما بيها. طبعا هنا اشتريت كم شغلة من الكوزمتيك. واخر شي رجعنا بتوك توك، ما لقينا سيارة فاخذنا لنا التوك توك، وازدحام كلش. وراح اوصل على البيت ميتة تعب. هسه الساعة 2:30، واتمنى يا رب عجبكم الفيديو. بس اطلب منكم تنسوا اللايك واشتراك بالقناة. وراح اخليكم شوية ويا الشارع، شوارع كربلة. وهسه شو اقول لكم، باي باي حبايبي.